عليكم. شاهد مواطن يوضح ظاهرة موت الأغنام فجأة ويوضح الأسباب. منطقة معذر مليلح، هذه المنطقة تابعة لسيدي بايزيد. كامل شفنا الحادثة هذيك اللي كانت وقعت في هذه البلدية، وهي بلدية سيدي بايزيد. نفوق أكثر من 27 رأس ماشية. اليوم كما راكم متابعوا في نار، اليوم رانا نتنقل النار وفقدت زملاء المهنة. أستاذ سالم خاطير مراسل قناة البلاد، وزكريا مداح طبعا اللي هو في قناة النهار. اليوم حبينا ننقلوا هذه المشاهد الحية هذه، والواقعة اللي كانت صارت لأحد سكان هذه المنطقة اللي كانت تسببت له في نفوق هذه الماشية، وفي كانت كذلك تسببت في خسارة كبيرة لهذا المربي. حسب التصريحات تاعو كي كنا نتكلموا معاه قال لك باللي يا ودي هذه الماشية الأغلب تاعها كاملة تاع ناس ماهيش تاعي هنايا. ومن خلال هذا الفيديو حبينا احنا نجدوكم، حبينا نتواصلوا معكم ناس الخير طبعا، الناس هذه اللي حابة تساعد هذا الإنسان تساعدوا. راه ساكن في منطقة ضايت مليلحة، هذه تابعة سيدي بايزيد. المهم إذا حبيتوا تفهموا، ها وين معنا واحد من منطقة معذر مليلحة ببلدية سيدي بايزيد. يا خويا احنا نطلبوا من اهل الخير يعاونوا هذا المخلوق، ما عنده والو المخلوق، وهذا راس مالو، هذا راس مالو اللي يتصرف به، ما عنده والو المخلوق، ما عنده حتى حاجه في الدوله يخلص. والله كاش كما نقولوا حاجه، نقول لك السكن ما عندوش المخلوق، ولاته عريه، والله هو تشوفهم ولاته عريه المخلوق، ما كاين والو. صح حكينا يعني بالنسبه لنفوق المواشي هذا، وش راه ضاعت له من رؤوس الأغنام؟ 27 علوش، هذه 27 علوش. هذه كان مربيها للعيد. كان مربيها هذه، يحوس يدور فيها، يدورك عارف ساعة ويبيع فيها، يدور المخلوق يسترزق منها. ساعة هذه خدمته في الصوب. واليوم الصباح ما كاين والو. كاينين فريكات ليه وفريكات مطاميهم، قاعد المخلوق لا متربتين. يعطيك الصحة. الله يبارك. عرفنا كما راكم تشوفوا. ربي ان شاء الله يعوض على هذا الانسان، وربي يخلف عليه ان شاء الله. والناس على الخير هذه اللي راه متابعه فينا من خلال صفحه موسى بوغراب ان شاء الله، اللي يقدر يساعد هذا الانسان. ها هنا متواجد في منطقه سيدي بايزيد. شوفوا خاوتي وراها القايشه. هذا الانسان ما عرف كيفاش تبلى، ما عرف، قال لكم ما عرفتها لا من ذيب ولا ما عرفتها لا من ضبع. الحق انا الاول مره نسمع باللي كاين الضبع في هذه المنطقه، منطقه سيدي بايزيد. يا لطيف في الريح. وزكي اخونا زكريا مداح، انا متواجدين قناة النهار يا خويا. هذه مهنة المتاعب، مشقة السخانة.